السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا متابعين قناتي وصفات روما وبناتها. النهارده جايه وجايبه لكم القمر اللي انتوا شايفينه ده، كنافه الحلواني الروعه دي باسهل طريقه وابسط مكونات. هنشوف التكات والحركات فيها. يلا بينا تابعوا الفيديو. انا عايزه اقول لكم ان انا كان عندي كده شويه مكسرات، حبيت احطهم لصينيه الكنافه. خلاص ماشي، والمكسرات والحلويات دي بتبقى حسب الرغبه، بس انا حبيت احطها. تمام. تخيلوا كده بعد ما اقطعها كده اضيف لها صوص الشوكولاته، اعتقد كده الطعم هيبقى وهمي والشكل هيبقى حكايه. نبدا ندوق بقى كده ونشوفها من جوه. شوف القمر ده شكله عامل ازاي. اظن معلقه واحده لا تكفي، فانا حبيت اشارككم اللحظه. معايا هنا نص كيلو من الكنافه، انا جايباها من عند الكنافاني. هي اصلا المفروض انها كنافه بيضه عادي، بيحط لها بودره زعفران. لو انت هتعمليها في البيت يعني وما عندكيش الا الكنافه البيضه، بتحطي حاجه اسمها بودره زعفران او بودره مانجا اللي هو اللون ده، وبس بنفركه في الكنافه البيضه وهيطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه الاورنج ده. وممكن نشتريها جاهزه كده من عند الكنافاني بلونها. انا مخرجاها كده من الفريزر، هبدا افركها كويس جدا، هخليها ناعمه خالص. طول ما هي في الفريزر من قبلها بيوم او اتنين كده بتتفرك بسهوله جدا وبتبقى ناعمه جدا بالشكل ده. بصوا كده خليتها ناعمه جدا وفركتها كويس جدا بالشكل ده. عايزاها تبقى يعني ايه، انا هنا كده فركتها كويس جدا بالشكل ده، فتتها جدا وهتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبدا بقى نضيف لها 3 معالق من السكر. ليه السكر؟ عشان يسيح مع الزبده ويكرمل ويخليها تمسك في بعض اثناء السوى. معايا كده مج من الزبده. طبعا انتوا عارفين علاقه الكنافه بالزبده، انا عايزه مج كده، مج يكون كويس وشايفين شكله مج. هيبقى معايا هنا مج من السمنه، ممكن بلدي ممكن صفرة، المتاح. وطبعا انتوا عارفين ان اساس الكنافه السمنه، ويا ريت بقى لو زبده بلدي هتبقى طبعا حاجه تحفه. خلاص بنبدا نرش كده المج كامل على نص كيلو الكنافه ونقلب كويس جدا. هنتنينا بقى نقلب كويس جدا كده لحد ما الكنافه تتشرب كل كميه الزبده. واقول لكم هنعمل ايه. عايزه اقول لكم ان المعلقه مش هتنفع خالص، بايدينا كده وبنبدا نفرك كل كميه. انا هنا فركت الزبده كويس جدا مع الكنافه مع السكر لحد ما يبقى قوامها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، بيبقى قوامها مرمل كده. وطبعا بيبقى يعني كده خلاص هي بتبقى جاهزه معانا ان احنا نسوي. هنا كده انا دلوقتي شايفين الزبده طبعا لما اتحطت على الكنافه غيرت شكلها خالص مع السكر وكده. خلاص يبقى بعد ما فركت فيها كويس جدا وشربت كل الكنافه للزبده مع السكر كده خلاص بقت جاهزه بقى عشان نحطها في الصينيه. انا هنا معايا صينيه مقاس 28، دهنتها كويس جدا بالزبده من الجوانب ومن تحت وكله. وبعد كده بقى هبدا اضيف لها الكنافه. انا كده حطيتها في الصينيه تمام. حطيت كل كميه الكنافه معايا في الصينيه، هبدا اوزعها بالمعلقه كده الاول، يعني افردها كلها في جوانب الايه، في جوانب الصينيه. ما تقلقوش السكر ده هيسيح اساسا في الكنافه وهيكرملها وهيخليها تمسك في بعض. وبعد كده بقى هستخدم هراسه كده وابدا اهرس الكنافه كويس جدا. هستخدم كده الهراسه وابدا اضغط وانزل الكنافه على كل الجوانب زي ما انتوا شايفين كده. ممكن نستخدم طبق بقى، ممكن نستخدم معلقه، بس انا ما بستخدمش الا الهراسه وبتديني النتيجه الممتازه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا بمشي مرتين كده بضغطه حلوه جدا. شايفين المنظر؟ لو نجحت الخطوه دي بتنجح الكنافه معانا. بس بنعملها كذا مرة كده، نسوي كل الأحرف والجوانب والقلب كده ويبقى الدنيا تمام، ونبقى كده احنا ظبطنا صينية الكنافة. هنا بقت صينية الكنافة جاهزة معانا. هنبدأ ندخلها الفرن على درجة حرارة 180. الفرن مشغلاه من قبلها ب5 دقايق يسخن، وبعد كده احطها تخرج من الفرن واوريها لكم. هي هنا كده اول ما خرجت من الفرن بنعرف انها استوت ازاي. بتفصل من الجوانب كده، ساعة ما نهزها ونلاقيها بتفصل من الجوانب كده وهي سخنة جدا بقى لسه طالعة من الفرن. بنحط عليها السيرم او الشربات البارد. نبدأ بقى كده ننزل بالشربات البارد في كل الجوانب كده بتاعت الصينية عشان الصينية تشرب كل كمية الشربات. تمام.
اللي يخلينا نقول ان الكنافة ناجحة 100% ان لما بننزل عليها بالشربات ما بتفصلش. لا، هي متماسكة جدا زي ما انتوا شايفين كده، شكلها ذهبي وحلو قوي، واظن شكلها روعة وباين خالص. هنسيبها بقى، اللي عايز يخليها طرية في حاجتين، اللي عايز يخليها طرية بيغطيها بصينية، واللي عايز يخليها مقرمشة كده اللي هي قرمشة الكنافة دي بيسيبها بقى كده لحد ما تشرب كمية الشربات ونبدأ تبرد وناكلها. هنبدأ كده نقطع الكنافة بالشكل ده كده، هنقطعها تقطيع مثلثات. الكنافة كده بقت جاهزة معانا بعد ما قطعناها تقطيع المثلثات كده، ممكن نقطعها مربعات. اظن الكنافة بالتكات دي بالحركات دي هتبقى روعة جدا، هتعجبكم قوي، وشكلها هيبقى تحفة ووهمي كمان، انها مش هتحتاج دقايق معانا بالظبط ونعملها. اتمنى بقى الكنافة تكون عجبتكم والفيديو يكون حلو وسهل. ولو الفيديو عجبكم يا ريت لايك للفيديو، اشتراك في قناتي، وصفات روما وبناتها، تحياتي، هتوحشوني، باي باي.